سنة 1934 اتولد طفل عراقي من أصول إيرانية. الطفل ده هيكون السبب في إن النرويج تبقى واحدة من أغنى دول العالم، وصاحبة أكبر صندوق سيادي بقيمة أكتر من 1.7 تريليون دولار. وفي مذكراته قال: أنا لما وصلت النرويج كان حلمي إني أشتغل في أي حاجة، حتى لو هشتغل في بنزينة أو عامل نظافة، لكن تفاجأ لما راح مكتب العمل النرويجي إنهم أبلغوا عن وجوده في المكتب، وبعتوا عشان يجي موظفين من الحكومة النرويجية يحققوا معاه. التحقيق اللي انتهى إنه هيكون أهم شخص في النرويج وقتها، لما عرفوا مين هو وخبرته إيه وإيه الأماكن اللي كان شغال فيها قبل ما يجي النرويج. ولو لسه مش عارفين إحنا بنتكلم عن مين، فإحنا بنتكلم عن فاروق القاسم، وعشان نحكي قصته لازم نفهمها من البداية. بس قبل ما نحكي القصة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تجيلك فيديوهاتنا الجاية. في 8 يوليو سنة 1934 اتولد فاروق عبد العزيز القاسم في مدينة البصرة في العراق. عيلته كانوا مهاجرين من إيران، لدرجة إن جده وجدته ما كانوش بيتكلموا غير اللغة الفارسية. وفي فترة دراسته فاروق كان طفل ذكي ومتفوق دراسيا، لدرجة إنه لفت انتباه الحكومة العراقية وقتها بإنه واحد من أذكى 100 طالب في العراق. وسنة 1952 قررت شركة النفط العراقية إنها تبعت عدد من الشباب المتفوقين عشان يكملوا دراستهم في الخارج. وكان حظ فاروق إنه من أوائل الطلبة اللي حصلوا على المنحة دي، وهي منحة لدراسة جيولوجيا البترول في جامعة إمبريال كوليدج في لندن. وفي فترة الدراسة فاروق اتعرف على شابة نرويجية وحبوا بعض واتجوزوا في لندن. ولما خلص فاروق فترة الدراسة رجع هو ومراته للعراق، وعاشوا على أطراف مدينة البصرة، واشتغل في شركة النفط العراقية، الشغل اللي أثبت فيه كفاءة عالية وترقى فيه بسرعة لحد ما بقى رقم 5 في شركة نفط العراق. وما قدرش يترقى في المناصب أكتر من كده لأن الشركة كان بيسيطر عليها البريطانيين وقتها، وكانت المناصب الأربعة الإدارية من نصيب البريطانيين بس. ومع ذلك كانت حياة فاروق المادية والاجتماعية مستقرة، عايش حياة كويسة جدا بسبب منصبه في شركة نفط العراق. لكن الحياة ما كانتش كلها وردي، وجت أول خبطة لفاروق القاسم لما اتولد ابنه بمرض الشلل الدماغي. ساعتها حس إن الدنيا بتسود في وشه بسبب عدم وجود أي قدرة على الرعاية الطبية للنوع ده من المرض في العراق. ولما بدأ يدور هو وزوجته إيه أحسن بلد فيها رعاية طبية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، عرفوا إنها النرويج بلد مراته. فالنرويج وقتها كانت متميزة بعلاج الشلل الدماغي للأطفال. وبدافع السعي لتوفير أفضل رعاية صحية لابنه، قرر هو وزوجته الانتقال للنرويج. فبدأ يسعى إنه يقدم استقالته من وزارة النفط العراقية عشان يسافر هو وزوجته للنرويج، لكن تفاجأ لما وزارة النفط رفضت طلب الاستقالة. وعرف بعد كده إن الرفض كان سببه خطة الدولة لتأميم صناعة النفط العراقي، وإنهم هيطردوا البريطانيين ومحتاجين كل العقول العراقية لإدارة منشآت النفط العراقي. لكن فاروق قدر يقنعهم إنه هو طالع في رحلة علاجية للنرويج لعلاج ابنه، وإنه هيرجع تاني في أقرب وقت. فتم الموافقة على تصريح السفر للنرويج. ومن هنا هتبدأ قصة فاروق القاسم في النرويج. أول ما وصل فاروق على النرويج ما كانش عارف هيشتغل في إيه، لأن كل شغله ودراسته كانوا حوالين جيولوجيا النفط. لكن النرويج في الوقت ده كانت الأنشطة النفطية فيها ضعيفة جدا. لكن فاروق قال إنه هيسعى ويشوف الدنيا هيحصل فيها إيه. فراح فاروق لوزارة الصناعة النرويجية وعرفهم بنفسه. ولما قال لهم هو مين وبيشتغل فين وإنه بيدور على شغل في مجال جيولوجيا النفط، اتفاجئ ب3 موظفين من الحكومة بدأوا يعملوا معاه تحقيق عشان يتأكدوا من كل المعلومات اللي قدمها. وانبهروا بكونه دارس لجيولوجيا النفط في لندن، وكان بيعمل في أكبر مؤسسة نفطية في العراق. ودي الحاجة اللي كان مستغربها فاروق القاسم، إيه سر انبهارهم الكبير بيا مع إن الاكتشافات البترولية في النرويج ضعيفة جدا. لكن المفاجأة لما عرف إن وزارة الصناعة النرويجية كانت لسه مؤسسة جهة جديدة اسمها إدارة النفط النرويجية من أقل من 3 شهور، وكان كل اللي شغالين في المؤسسة دي هم 3 شباب نرويجيين. ال3 شباب اللي ما عندهمش الخبرة الكافية في مجال البترول عموما أو جيولوجيا البترول خصوصا. ساعتها عرف فاروق إن الدولة النرويجية في أمس الحاجة لحد زيه، حد عنده الخبرة العلمية والعملية الكافية عشان يقوم صناعة البترول في النرويج. وفي أيام قليلة تم تعيين فاروق في إدارة مؤسسة النفط النرويجية كمستشار لمدة 3 شهور لحد ما يتأكدوا من كفاءته في النوع ده من الشغل. ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لفاروق، فهو شخص أجنبي وما بقالوش كتير في البلد، وفجأة اتعين في أعلى إدارة للنفط في النرويج، ومن حقه يطلع على كل البيانات السرية الخاصة بحقول البترول النرويجية. فبدأ يدرس البيانات الخاصة بحقل قد اللي فيليبس بتروليوم كانت بتنقب فيه عن البترول،
وكتب فاروق تقرير بيقول فيه إن حقل قد يعتبر اكتشاف صغير وما فيهوش كميات كبيرة من النفط، لكن بناء على الدراسات وبيانات المسح الزلزالي اللي حفرتهم الشركات الأجنبية عشان تنقب على البترول بتوضح إن الجزء النرويجي من بحر الشمال فيه بترول بكميات كبيرة، وإن الحفر المفروض ما يكونش في وسط الحوض وإنما على أطراف حوض بحر الشمال الخاص بالمياه الإقليمية للنرويج. ولو عملتوا كده النرويج هتبقى واحدة من أهم البلدان إنتاجا للنفط في العالم. ومع إن التقرير ده كان متفائل جدا وفاروق تعب فيه، إلا إن الحكومة النرويجية كان عندها إحباط بسبب اكتشافات البترول الضعيفة. بالرغم من أن الشركات كانت تطمح لإيجاد أو لاكتشاف النفط في النرويج، فكانوا ينظرون للشركات كمغامرين، ويعني الروح السائدة كانت خلي نسمح للشركات المغامرة أن تجي وتحفر حتى تقنع نفسها أنه ما عندنا نفط. وعشان في شركات كتير من اللي كانت بتنقب عن البترول في النرويج خرجت بدون التوصل لأي اكتشافات بترولية ذات قيمة. الإحباط ده كان وصل لكل شركات البترول، وعلى رأسهم شركة فيليبس للتنقيب عن النفط اللي كانت أخذة حقوق التنقيب عن عدد كبير من آبار البترول. لكن الشركات حست إنها دفعت فلوس كتير جدا في التنقيب عن آبار البترول بدون فايدة، فاقترحت إنها تخرج من النرويج بدون حفر آخر بير بترول ليهم. وده القرار اللي حاربه فاروق القاسم بشدة، بل إنه هدد شركة فيليبس إن لو ما حفرتوش آخر بير بترول ليكم هيتم فرض عليكم غرامات قيمتها أكتر من قيمة حفر بئر البترول. فاضطرت شركة فيليبس إنها تخضع لقرار فاروق القاسم، وبدأت حفر بير إيكوفاسك سنة 1969. وكانت المفاجأة لما اكتشفوا إن بير البترول إيكوفاسك هو واحد من أكبر حقول النفط البحرية في العالم. ودي كانت مفاجأة كبيرة للحكومة النرويجية، لأن كلام فاروق القاسم طلع صح، وإن النرويج عندها كميات مهولة من النفط. وده بعد أقل من سنة ونص من تقرير فاروق القاسم اللي بيأكد فيه إن النرويج هتبقى واحدة من أكبر منتجين النفط في العالم. وبعد الاكتشاف العظيم ده توالت الاكتشافات البحرية، آبار عملاقة في النرويج زي بئر البترول ترول وأوزبرج وآبار تانية كتير. لكن لما بدأ إنتاج البترول بكميات كبيرة في النرويج بدأت الحكومة تفكر إيه أفضل الطرق لإدارة قطاع النفط عشان الدنيا ما تبصش أو ما يحصلش تضخم كبير في البلاد. ولما بدأوا يفكروا مين أفضل شخص ممكن الدولة تلجأ ليه لإدارة المواد البترولية، لقوا إن مفيش أفضل من فاروق القاسم. ومن هنا بدأ الجزء الأهم في حياة فاروق القاسم، وهو إزاي خلى النرويج الدولة العظيمة اللي بنشوفها النهاردة. شفت أنه هي جدا وجود النفط في سنة 1970 ما كان في أي مجال للشك، لأنه اكتشفوا كميات هائلة في حقل إيكوفاسك، وهذه الكميات كانت بدون شك تجارية. فطلبوا مني أنا أكتب مسودة للتنظيم. في يوليو سنة 1971 بدأ فاروق يكتب مشروع القانون اللي هينظم إدارة وصناعة المواد البترولية عشان تعرضها الحكومة النرويجية على البرلمان. ولما بدأ البرلمان يراجع على المشروع انبهر باهتمام فاروق بكل التفاصيل عشان تستفيد الدولة من كل نقطة بترول وعشان يحقق أعلى عائد مادي للدولة النرويجية. فتم الموافقة على مشروع القانون بإجماع البرلمان، لأن المشروع اللي قدمه فاروق القاسم كان مبهر بكل المقاييس. وعلى أساس القانون تم إنشاء شركة البترول النرويجية ستات أويل، وتأسيس مديرية البترول النرويجية أولي ديريكتوراكتا، ودي اللي هتكون أقوى مؤسسة لإدارة بترول النرويج، وأوامرها بتمشي على شركات النفط الحكومية والخاصة. وفي أقل من سنة تم تعيين فاروق القاسم كأول مدير لإدارة الموارد البترولية سنة 1972. ومن الوقت ده بدأ فاروق يكون مسيطر على صناعة البترول في النرويج، وأكبر الشركات الحكومية والخاصة على استخدام تقنيات جديدة لاستخراج البترول. التقنيات اللي كانت بتزود من كفاءة الإنتاج وبتعظم من الموارد. سياسة فاروق في الإدارة اتعرفت باسم النموذج النرويجي، وهي التجربة الأنجح في العالم في استغلال الموارد البترولية بين كل الدول المنتجة للبترول. لكن تأثير فاروق الإيجابي على الدولة النرويجية ما كانش مقتصر على إنتاج البترول. ففي سنة 1990 فاروق نصح الحكومة النرويجية بإنشاء صندوق سيادي بعيد عن إدارة الحكومة يدير إيرادات الدولة النرويجية من النفط بشكل سليم، وده لسببين: الأول لتعظيم الأرباح الناتجة من إنتاج البترول، والسبب الثاني
عشان يحافظ على حق الأجيال القادمة من عائدات النفط اللي مش هيفضل موجود للأبد. فتم تأسيس صندوق التقاعد الحكومي العالمي أو المعروف باسم The Government Pension Fund Global. الصندوق السيادي ده فضل ينمو بشكل سريع جدا لدرجة إن قيمته النهاردة أكتر من $1,715 مليار. الإنجازات العظيمة اللي عملها فاروق القاسم لدولة النرويج خلت سنة 2012 ملك النرويج هارلي الخامس يمنح فاروق القاسم وسام الفروسية، اللي يعتبر أعلى وسام بتمنحه الدولة النرويجية لأبنائها. His personal success is that today he is not simply a visitor to the Norwegian Petroleum Museum in Stavanger. He is in fact one of the exhibits. طلب مني وزميل آخر أن نجلس ونركز في مدة أسبوع على كتابة أول مسودة بهذه الورقة البيضاء.